ولأول مرة قناة بلقيس الفضائية رمضان 2025 تنتج مسلسل طريق إجباري، واللي يعتبر أول مسلسل يظهر على القناة. السنة هذه معاكم عمل برمضان صح؟ طريق إجباري. طريق إجباري. مسلسل طريق إجباري البديل لمسلسل قرية الوعل. المسلسل يضم نخبة من النجوم اليمنيين، إنتاج شركة النبيل للإنتاج الفني. لكن هذه المرة المسلسل مختلف تماما، فالمسلسل يتم تصويره في اليمن بعد ما تعودنا على شركة النبيل التصوير في مصر لمدة 4 أعوام. نعلن بدء تدشين تصوير مسلسل طريق إجباري من هذه المدينة. ونسمع أقوى تحية فوق في العالي. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وضغط زر الإعجاب. المسلسل سيعرض على قناة بلقيس، وللمرة الأولى مسلسل درامي على قناة بلقيس، من إخراج المخرج عبد العزيز حشاد. المسلسل من بطولة الفنان نبيل العانسي والفنانة سالي حمادة والفنانة نجيبة عبد الله والفنان خالد البحري، الفنان نبيل حزام، الفنان محمد أبلان، الفنان عبد الله الكميم، الفنانة الصاعدة بقوة في عالم التمثيل بهية محمد، والفنانة القديرة سحر الأصبحي. أنا دائما أتخوف من أي عمل، وأنتم تعرفوا حقيقة ذلك. دائما أتخوف من أي عمل نصرح به، أو دائما أتخوف بشكل كبير، إلا هذه السنة، وأراهن على ذلك. هذه السنة وفقنا بكاتب، أو بالأصح كاتبة من الطراز الأول، تدرس هنا في مصر، بتدرس سيناريست وكتابة وتأليف من هذا الكلام. كاتبة يمنية عملاقة، وهذا أول عمل لها. أنا خايف أصرح بأشياء ممنوع أن أتحدث بها. المهم، كاتبة مخضرمة، ودائما كنت أصيح في مواقع التواصل أنه سبب فشلنا في الدراما وعدم وجود كتاب مخضرمين، عدم وجود كتاب محترفين. اكتبوا صح يا أستاذ نبيل. كيف بيكون المسلسل؟ أسأل الله عز وجل أنه يكون. طبعا سأفضح معلومة صغيرة. أجمل ما أعجبني في مسلسل هذه السنة أن فيه رسالة سيجمع عليها اليمنيين كلهم. فيه رسالة قوية وفي خط محترم سيجمع عليها 80% من اليمنيين بقوتها وحلاوة وحقيقتها. الكاتبة ذكية، وضعت مسارات عدة فيها رسائل تعالج قضية لفئة من الناس ينظر إليهم بشزر، وينظر إليهم بدونية، وينظر إليهم باحتقار. وهذا المسار، أنا أتحدث عن مسار واحد، وهذا المسار نتمنى أن يعالج هذه القضية، وهي قضية أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، قضية وخلق أيضا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ونهى عنه أيضا. فأنا أعجبتني الفكرة وأعجبتني المسارات التي وضعتها الكاتبة في هذا العمل. فرحت من أعماق قلبي أن هناك رسالة سنقدمها بحق وحقيقة، وعمل يرفع الرأس ويحبها اليمنيين كلهم، مش مهزلة وفانتازيا ونجلس نتفنتز ونخنبز، ولا احنا دارين ما بنفعل، بناكل زلط حرام. هل هناك مسلسل جديد وما اسمه يا سلام؟ نعم معنا مسلسل هذه السنة. سبق وتحدثت عنه في بداية البث. عمل راقي جدا بإذن واحد أحد، راقي جدا، ولا في قلبي حتى مثقال
مثقال ذرة من القلق والتوتر بما يتعلق بعمل هذه السنة، لأن اللي قدمته والتي كتبت كاتبة مخضرمة محترفة. بعيدا عن هذا كله، هناك حبكة ونص ورسالة أو ورسائل رائعة جدا سيحبها المجتمع اليمني، وأكرر 70% 80% من الناس 80% من الناس سيحببون الفكرة والخط العريض الموجود فيها والذي نتحدث عنه في هذا العمل، وهو موضوع يعاني مسألة الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع حالي خلوه مفاجأة. اسم المسلسل هناك أيضا من الأخبار المسربة أن القناة طلبت من الكاتبة تغيير المسلسل لأشياء لا أدري ما هي أو ما السبب، ولكنهم طلبوا تغيير الاسم، حاجة في نفوسهم ما ندري ما هي، فما أقدرش أصرح بالاسم الآن إلى أن يتم تثبيت العمل. السنة هذه معاكم عمل برمضان صح؟ طريق إجباري. طريق إجباري. قد يتغير الاسم، ممكن تتغير الاسم، ممكن نعمل شوية تعديلات، بس إن شاء الله بنكون معكم في رمضان 2025. كم محافظة تعز؟ كم لك من